أهلا بكم. فبعد أن خسر برشلونة من باريس سان جيرمان ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وهذه الخسارة التي كانت مذلة حسب تعبير الكثيرين، لأنها جاءت بعد موسم طويل لبرشلونة وتخطيط مسبق لمحاولة الوصول لأبعد ما يمكن الوصول إليه في دوري أبطال أوروبا، خصوصا وأن هذه المسابقة قد ابتعدت كثيرا عن النادي الإسباني برشلونة منذ سنوات طويلة، وهو يبحث من أجل الحصول عليها والوصول إلى أدوار متقدمة فيها. ولكن هذا الموسم هو الآخر، لم يختلف عن سابقيه، حيث غادر برشلونة وهذه المرة بريمونتادا من باريس سان جيرمان. فبعد أن كان متقدم بهدف مع أسبقية الذهاب، عاد ليخسر ب4 أهداف مقابل هدف واحد. برشلونة وكما هو معلوم أثر عليه بشكل كبير الطرد الذي تعرض له البرازيلي أروخو قلب دفاع النادي الكتالوني، تسبب بمشكلة فنية وتراجع فني لأروخو قلب دفاع برشلونة. حالة الطرد والتي أشكل الكثيرون من المحللين على المستوى الرياضي إنها لم تستوجب الطرد، كما لو كان هناك حكم آخر غير الحكم الألماني الذي أدار مباراة الأمس مع باريس سان جيرمان لما طرد أروخو. كون الحالة كانت ممكن أن يتغاضى عنها الحكم، فيما يرى الآخرون أو الآخرين إنها تستوجب الطرد، وكان الطرد حقيقي. ولكن بكل الأحوال السبب الرئيسي لخسارة برشلونة لم يكن الطرد وحده، وإنما كانت هناك عوامل أخرى اجتمعت على هزيمة النادي الكتالوني بهذه النتيجة الثقيلة. أولها الإرهاق البدني الذي يصيب فيه الفريق في نهاية أو في الدقائق 20 أو الربع ساعة الأخيرة من المباراة، حتى أن اللاعبين لم يعودوا قادرين على الجري في الملعب. يضاف إلى ذلك الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدرب تشافي، وأولها هي خروج لامين يامال بعد أن تعرض أراخو للطرد، وربما كانت هنا نقطة التحول. فهنا على جميع المتابعين لنادي برشلونة أن ينتبهوا إلى مجموعة أخطاء فنية ارتكبت من قائد برشلونة ومدربهم والمدير الفني تشافي. كما أسلفت، أول هذه الأخطاء كانت خروج لامين يامال بعد طرد أروخو، فكان الأحرى والأولى بتشافي إخراج ليفاندوفسكي وليس لامين يامال، كون اللاعب البولندي لم يقدم المستويات المعهودة والمستويات المطلوبة في المباريات 9 أو 10 الأخيرة لنادي برشلونة، فلم يكن هو ليفاندوفسكي الذي كان عليه في المواسم السابقة أو حتى في الجولات السابقة على مستوى منافسات الدوري الإسباني. فهو يعاني من فترة خمول وفترة فراغ يمر بها اللاعب، فكان الأحرى والأولى إخراجه بدلا من إخراج لامين يامال الذي كان نشط ويقدم مباريات على مستوى فني عالي، بالإضافة إلى ذلك لاعب صاحب مهارة فردية، وهذا كان ما يحتاجه تشافي ونادي برشلونة بسبب النقص الحاصل. فكان الأحرى الاعتماد على المهارة الفردية التي يمتلكها اللاعب، بالإضافة لأن اللاعب هو أصلا لاعب صغير في العمر وبإمكانه الاستمرار في المباراة دون مشاكل في اللياقة البدنية، ولاعب سريع أيضا، لكن هذا لم يكن موجود، وهذا أول خطأ ارتكبه تشافي. الخطأ الثاني الذي ارتكبه تشافي كان الركون للدفاع بعد طرد أراخو، حيث بدأ تشافي بالاعتماد بشكل كلي على الهجمات المرتدة، وبالتالي دفاع برشلونة لم يكن بذلك الدفاع القوي الذي بإمكانه الصمود أمام باريس سان جيرمان، على الرغم أن باريس سان جيرمان هو الآخر كان يعاني من فوضى على المستوى الهجومي، وحتى الأهداف التي سجلها في مرمى برشلونة سواء كانت في مباراة الذهاب هناك في حديقة الأمراء أو هنا في إسبانيا كانت أهداف عشوائية وغير ملعوبة أيضا.
بالتالي كان بإمكانه تنظيم دفاعه واللعب بشكل متوازن أكثر مما هو الركون للدفاع، وبالتالي ترك الكرة والمساحات لباريس سان جيرمان ليبني اللعب كيفما يشاء ويضغط بالطريقة التي يريدها، وهذا ما حصل بالفعل. تشافي ارتكب خطأ فنيا ثانيا وهو الركون للدفاع، وبالتالي الاعتماد على الهجمات المرتدة، وبالنهاية لم يفلح في الهجمات المرتدة ولم يفلح في مسك الدفاع وغلق الدفاع بشكل كامل أمام باريس سان جيرمان، وبالتالي أفقده المباراة وتسبب بخروج برشلونة من المباراة من المسابقة دوري أبطال أوروبا للمواسم الثمان أو التسع الأخيرة التي لم يتجاوز فيها برشلونة دور الربع نهائي عفوا. والخطأ الآخر، الخطأ الثالث، هو خطأ فردي من بعض اللاعبين، ومنها ضربة الجزاء التي أدت إلى تسجيل هدف الثالث لباريس سان جيرمان من كيليان مبابي. وبالنهاية لم يستفد برشلونة من عاملي الأرض والجمهور ويواصل مسيرته في دوري أبطال أوروبا ليترك هو الآخر مغادرته. يعتبر ثاني نادي إسباني يغادر دوري أبطال أوروبا بعد أن غادر أتلتيكو مدريد من خسارته أمام بروسيا دورتموند، وبالتالي تواصل الأندية الإسبانية إخفاقاتها في السنوات الأخيرة في بلوغ أدوار متقدمة أو الوصول للمباراة النهائية أو التتويج باللقب بالنسبة للمسابقة الأهم والأكبر دوري أبطال أوروبا. ويبقى ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي لا زال يتمسك بأكثر عدد تتويجا بدوري أبطال أوروبا في إسبانيا وفي أوروبا برمتها. يبقى المنافس الأقرب في عدد الألقاب هو نادي اي سي ميلان الإيطالي ب7 ألقاب، أي نصف ألقاب نادي ريال مدريد، وبالتالي هو يبتعد كثيرا عن النادي الملكي الإسباني نادي ريال مدريد. واليوم هناك مواجهة مرتقبة ومواجهة ينتظرها الكثيرون تجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي هناك في ملعب الاتحاد في معقل مانشستر سيتي في إنجلترا. هذه المباراة التي يرى الكثيرون أنها ستكون مباراة الدقائق الأخيرة ومباراة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت. أغلب المتوقعين والمشاهدين والمتابعين لكرة القدم على مستوى العالم لن يستطيعوا توقع نتيجة مباراة اليوم وما سيحدث فيها، نظرا لتكافؤ الفريقين وتقارب المستويات والخبرة التي يمتلكها ريال مدريد في مقابل الرغبة والعزيمة التي يمتلكها مانشستر سيتي في تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم. بالتالي التكهن في نتيجة هذه المباراة سيكون صعب للغاية، واحتمالية فوز فريق على الآخر تكاد تكون متساوية، مع أفضلية بسيطة لمانشستر سيتي الذي يراهن الكثير على بعض المميزات التي يمتلكها لاعبي النادي الإنجليزي التي بإمكانها أن تخلق الفارق مع ريال مدريد. ولكن يبقى كل ذلك مجرد تكهنات لا أكثر، والنتيجة ستتضح بعد صافرة حكم المباراة. كما أن بعض المحللين يرون أن هذه المباراة ربما تلتجئ لأوقات إضافية، ربما لم تحسم في أوقاتها الأصلية. كما قلت الناديين متقاربين في مستوياتهم الفنية، وبالتالي ستكون المباراة سجال بين الناديين الإنجليزي والإسباني ريال مدريد ومانشستر سيتي. ولكن ما هو أكيد ستكون مباراة على مستوى عالي جدا ينتظرها الكثير من المتابعين والمراقبين لكرة القدم على مستوى الأرض المعمورة. على الرغم من بعض الغيابات التي سيدخل المباراة الفريقين منقوصين من بعض اللاعبين، فريال مدريد سيعاني وسيفتقد خدمات لاعب وسطه الشاب
تشاوميني، وكذلك الحال بالنسبة لنادي مانشستر سيتي التي ذكرت مصادر إعلامية اليوم أنه قد يفتقد خدمات فودن، وكذلك يفتقد خدمات أكثر من لاعب مؤثر في نادي مانشستر سيتي على مستوى خط الدفاع وخط الوسط.